حضارات ومدن وعجيبة من عجائب الدنيا السبعة غرقانة تحت المية. يا اسكندرية بحرك عجايب، ويا ريت ينوبني من الحب نايب. مش هكلمك النهاردة عن اسكندرية اللي انت عارفها، انا هعرفك على اسكندرية جديدة بالنسبة لك. اسمع القصة. طبعا اول ما هنقول دايفنج دماغك هوب هتروح على البحر الاحمر. معاك حق، هو بصراحة في أجمل منه، بس أنت عارف مصر عجايبها ما بتخلص، واسكندرية مش شواطئ بس، لا دي ليها تاريخ كبير بيمتد من أول ما اتكونت على إيد المهندس دينوقراطس بأمر من الإسكندر الأكبر ب3 قرون قبل الميلاد. الإسكندر كان عايز يعمل مدينة مركز للتجارة والثقافة والإدارة اليونانية وتربط بين مصر واليونان. المهم ان الاسكندر ما عاش اصلا لحد ما المدينه اكتملت، وبعد وفاته مسك بطليموس الاول واسس سلاله البطالمه ولعلعت اسكندريه من وقتها. انا بقول لك ايه يا مو، انت باين عليك كده نسيت انك بتتكلم عن بحر وجاي معاك انك مدرس تاريخ النهارده. صديقي المتنمر افهم ليه المقدمه التاريخيه دي، لان الغوص في اسكندريه اساسا مميز بسبب الناس اللي عايزه تشوف الاثار المغموره اللي اكتشفت في العصور دي. واسمع بقى عشان الكلام لسه هيحلو والحلقه هتبدأ. قصر كليوباترا واحد من أشهر مواقع الغوص هناك. تخيل بتغوص حوالين بقايا قصر ملكي، حيث يا صديقي الأعمدة والتماثيل اللي بتحكي لك عن سلالة البطالمة في مصر، والعمق من 5 ل 10 متر، يعني سهل للغوص. وعندك كمان أنقاض منارة اسكندرية أو فاروس، واحدة من عجائب الدنيا السبعة في العالم القديم. وانت تحت تحس انك في كتاب تاريخ، والعمق بسيط من 6 ل 8 متر. ده غير المينا الشرقي، منطقة مليانة بالكنوز الأثرية واجزاء من البنيه التحتيه لاسكندريه، وبرضه عمق مناسب من 5 ل 7 متر. طب يا مو استاذنك، انا بقى مش هقدر اكمل الفيديو عشان الحق اخد كورس غوص ونشوف قصه الكنوز دي. ده غير كمان حطام السفن الغرقانه اللي منتشره على ساحل اسكندريه، في منها تاريخها بيرجع للحرب العالميه الثانيه زي اس عايده. الحطام هناك بقت شبه الشعب الصناعيه، والغوص هناك جميل بس محتاج مستوى متقدم شويه. ده غير الشعب المرجانيه الطبيعيه لا تقارن بالبحر الاحمر، بس في تكوينات مرجانيه بتستضيف حياه بحريه جميله زي القاروص والموري والاسماك المرجانيه الملونه. الغوص في اسكندريه مش حياه بحريه بس، لكن دي كبسوله ورحله زمنيه عبر التاريخ يا صديقي، مزيج بين التاريخ والطبيعه وفرصه للتواصل مع العالم القديم، كانك في ولا اجدعها متحف بس تحت الميه. فعلا تستاهل انك تجرب يوما ما. سؤال بقى ليك يا صديقي، عارف اسم المناطق اللي موجوده فيها الاثار الغرقانه دي ايه هي؟ اكتبوا لي في التعليقات.